يا رب ما ننسى اللايك بقى كده، ونعمل مشاركه حلوه في القناه، ونسمع الفيديو للاخر. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير واحسن صحه وحال يا رب. هنعمل مع بعض النهارده صينيه فراخ بقى حلوه قوي بالصلاه على النبي كده. حطينا في الغسيل بتاع الفراخ طبعا انتوا عارفين ان السفندي خلص والبرتقال والحاجات دي. كنت عامله فانيليا السفندي وفانيليا برتقال، حطيت شويه من فانيليا السفندي شوفين، وحطيت جنزبيل ودقيق وملح والفانيليا كان فيها سكر، ونقحتهم كده يجي ساعه. الفراخ بقى ما ننقحهاش ونسيبها كتير ساعات وكده في الصيف ده، هي عليها ساعه قوي. ونروح بقى ايه عاملين ايه، نعمل النهارده معاكم بقى طريقه حلوه قوي للفراخ. شوفوا تعالوا بالصلاه على النبي كده. هنقول عملنا ايه. حطينا هنا طماطمايه وجزرايه وحته فلفل والبصله، وضربناهم ضربه كده. هنحط معلقه ملح كبيره. هنحط البهارات بتاعتنا عباره عن ايه، بهارات فراخ، جنزبيل، كركم، كزبره، فلفل اسود وحبهان، كمون. كل دي توابل حلوه كده للفراخ. الجنزبيل اللي بيخش الزفاره زياده بنحطه في الغسيل كمان وكده. والكركم بيمتص الدهون. هنحط برده شويه صويا صوص، يجي معلقتين كده. وهنحط مستردة، معلقه برده كده مستردة. وهنحط عصير ليمونه. احنا عايزين نعمل ايه، شويه خلطه حلوين كده. ويا سلام لو عندك كمان علبه الزبادي بقى، تبقي كملتي الدوره. ديت بقى الصينيه دي هتبقى في فراخ مشويه، في صينيه فراخ، في اي فراخ تعمليها ان شاء الله تكون هتعملها ايه مسلوقه. زي ما تعملي كل الخلطه دي. هنحط كده 3 4 معالق زيت، هما 4 معالق بالظبط او 3 كمان. وهنضرب الخلطه دي تاني مع بعضيها. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه بالصلاه على النبي كده. معانا كده بصلتين دعكناهم بفلفل اسود وملح وجزريه وفلفل. حبيتين القطه قطعناهم. معانا بقى حبيتين 3 بطاطس كده حلوين كده. هناخد حبه من الخلطه اللي يشموا ريحتها بقى جميله بشكل رهيب اهو. وهنقلب الخلطه دي كلها ببعضيها كده. الله 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 الله. انا بقى كنت هعملها في الصينيه دي، لقيتها مش نافعه تاخد الفراخ وتاخد البطاطس كده. شوفوا بقى شويه الخلطه دول تسيب الفراخ وتاكليه. تعالي بقى شوف هنعمل ايه تاني. معانا بقى الفراخ بتاعتنا غسلناها وظبطناها كده. هنمسكها بقى نتبلها بالخلطه بتاعتنا دي تتبيله اكنك هتشويها انت كده، انها مشويه من هنا ومن هنا. طبعا شايله الفشه بتاعتها، شايله كل الحاجات الزوادي اللي بنقول عليها. الجوانح مقطعين قاسمين الكتف كده عشان يستوي بسرعه. عاملين كل الحاجات الحلوه دي فيها كده بين الجلد واللحم كده. حطي تتبيله تطلع معاكي فرختك حاجه حلوه. ونحط بالشكل ده ونتبل فراخنا التتبيله الحلوه دي. انا مش قاطعه الجلده بس شقه من تحتها. شوفوا اللحمه ابيض وجميل ازاي، بيضه وحلوه كده. الصلاه على النبي. خلطه النقع دي بقى بتخلي لك الحاجه تبقى بيضه حتى بعد ما تستوي. تبلنا كل فراخنا كده وحاجتنا بالشكل ده اهو. هنحط عليها الخلطه بتاعتنا دي كلها بقى كده. اللهم صل على النبي. الصلاه على النبي. ايه رايكم في الصينيه بقى الجباره الجميله دي. حط بقى دي مريحه كده عشان تستوي حلو. ده جنبه 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 كده الفراخ. البطاطس هتستوي مع الفراخ وكله يشرب من بعضه. تبقى صينيه من غير بقى ايه دهون بقى خالص اهي. مش حاطط لها اي دهون تاني لان الفراخ هتنزل دهون وكفايه عليها قوي اللي هتاخده من الفراخ. الطماطم كتير ورخيصه الايام دي، بس انا بحبهاش بقى بالطماطم والحاجات الكتير دي. ونحط شويه الخلطه دول تاني على الوش كده اهو. وعلى البوتاجاز من فوق نخليها تغلي ونوطي النار خالص ونغطيها. عندك ورق فويل غطيها، عندك غطا يقضيها غطيها ونسيبها لحد ما تستوي. ايه رايكم؟ صينيه تحفه. الصلاه على النبي. مع صينيتنا بقى شويه رز بشعريه كمان كده حاجه حلوه. تعالوا نشوف الصينيه
الصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين البطاطس اتهرت اهي، والفراخ هي كمان اتهرت اهي. شوفوا قلبها عامل ازاي، استوت واتهرت. هنحطها بقى في الفرن، تاخد كل اللي هتعمله انها هتاخد بس ايه، تشويحه بسيطه، تحميره كده في تحت الشوايه، وكده اجمل صينيه بطاطس بالفراخ والخلطه الجميله الحلوه دي. ايه رايكم فيها؟ دي بقى صينيه الفراخ بتاعتي بعد ما اتحمرت. ايه رايكم فيها؟ اتفرجوا عليها باتقان، هتاكلي حاجه مشويه، فراخ مشويه في نفس الوقت اتعملت في نص ساعه، والبطاطس زي المشمش والفراخ زي العسل.